السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. مع بعض هنعمل الطاجن الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل معاكم كباب الحلة بطريقة بسيطة جدا وسهلة أوي أوي، مفيش فيها أي خزعبلات. زي ما انتوا شايفين جميل ازاي. عملتيه في حلة، عملتيه في صينية، ما دخلتوش الفرن، هو نفس الطعم الجميل بس انا اديته لون بس. معايا كمية اللحمة اللي انت عايزاها، ربع نص كيلو براحتك. معايا كمية البصل، والله كل كمية البصل ما كانت بتزيد كانت بتبقى احلى. حطيت معلقة كبيرة من الزيت، وجبت بقى قطع الدهن اللي كانت معايا وسبتها برضو تنزل المادة الدهنية معاك بتاعتها في قلب معلقة الزيت. انما تكون اللحمة فيها دهون وملبسة كده بتدي طعم جميل جدا 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 لطعم الكباب. نزلت بكمية اللحمة بتاعتي، وطبعا دي حتة دهن انا كنت مقطعاها فيها. اي كمية انت عايزاها، وبالطريقة ديت هتعمليها عبارة عن بصل والبهارات. انا بحط فلفل اسود وبهار لحمة، او بحط شوية كزبرة. عندك بتحب بهارات كتيرة انت حرة، بس هي اللحمة بتبقى شخصيتها باينة اوي كده في الاكل. شوحتها وغيرت لون ونزلت بكمية البصل زي ما انتوا شايفين. قلت لكم فلفل اسود وشوية كزبرة او بهار لحمة. كده طعم اللحمة، البصل لوحده بدي تسكيرة وبدي طعم حلو أوي أو مزازة للأكل. طعم كده مسكر وانت بتاكلي. سبتها بقى زي ما انتوا شايفين كده، قلبتها حلو أوي، اتغلغلت البهارات معاها. طبعا ما حطيتش الملح، وبحط الملح في الآخر بعد ما تستوي. هنزل عليها كمية المية. أنا حطيت المية ساقعة عادي عادي من الحنفية عادي، عايزة تغليها علشان تسرعي من عملية التسوية براحتك. دلوقتي سبتها زي ما انتوا شايفين، واول ما غلت وطيت عليها وسبتها خالص لغايه البصل متكرمل معايا. ده شكلها. او في لقطه كده ما جاتش وانا وهو متكرمل معايا زي ما انتوا شايفين. حطيتها هو جيت على قد الطاجن ده. ايوه، هي شايفين الكرمل ازاي. حطيت عليه الملح بقى. بعد ما حطيت عليه الملح حطيته بقى في الطواجن زي ما انتوا شايفين. دخلت الطواجن في الفرن وطلعت بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه. بسيطة وسهلة. طبخ بقى شوية رز بشعرية، شوية رز أبيض، عن تاكلها بعيش، في كل الحالات شغالة. وعلى الرز طعمة جدا جدا جدا. صوص البصل مع اللحمة ده حلو أوي. لا، واتهرت وكانت مستوية جدا، بس عشان سخنة مش عارفة امسكها. تقطعيها صغير تقطعها كبير، ده حريتك انت. هي استوت وبقت زي الفل وجميلة جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوناش بقى في اللايك. استودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.